تدفق آلاف التونسيين إلى شاطئ سيدي بوسعيد قرب العاصمة تونس لدعم أسطول الصمود العالمي الذي يضم عشرات القوارب التي تقل ناشطين دوليين سيبحرون باتجاه غزة في بادرة تضامن كبرى مع الشعب الفلسطيني وفق المنظمين الذين أعلنوا مساء تأجيل انطلاق الأسطول إلى حين تحسن الأحوال الجوية. معي بهذا الصدد مشاهدينا الكرام من خاص نوردين المباركي. نوردين، أهلا بك ومرحبا. ماذا عن تأجيل انطلاق أسطول الصمود العالمي من تونس؟ نعم حكيم، مساء الخير. قبل قليل منظمو هذا الأسطول عقدوا نقطة إعلامية هنا في ميناء سيدي بوسعيد، حيث كان من المتوقع أن ينطلق الأسطول، وأعلنوا فيه تأجيل انطلاق الأسطول إلى أجل لم يتم تحديده بعد، لكنهم قالوا أن انطلاقه مرتبط أولا بتحسن